تفتكر ليه الروبوت بيتعلم من اخطائه اسرع منك؟ الحقيقه ان ده اسمه reinforcement learning او تعزز التعلم. الروبوت زيه زي اي لاعب شاطر في لعبه فيديو. تخيل ان في روبوت موجود في متاهه وعايز يوصل لهدف معين، واول مره بيقع في مكان غلط بيتعلم منه ومش بيعمل الغلط ده تاني، وبعد كده بيعمل محاولات كتير جدا لحد ما يوصل لاسرع واسهل طريقه يوصل بيها للهدف بتاعه. الروبوت بيقدر ينفذ ملايين من الاوامر في نفس الثانيه، ولكن انت مش تقدر تعمل كده. علشان كده الروبوت بيوصل لهدفه اسرع منك. خليك عارف ان كل تجربه يعني داتا، وكل داتا يعني تحسين. الفرق بيننا وبين الروبوت ان هو بيتعلم من الاحتمالات والبيانات الدقيقه، مش من المشاعر ولا الخبرات المتراكمه. يعني من الاخر كده في المهام المتكرره الروبوت بيكون اكفأ مننا، وده لانه متعلم على بيانات ضخمه ومهوله جدا، وبيقدر ينفذ ملايين من الاحتمالات في وقت قصير جدا. اما بقى لو رحنا للابداع والتكيف مع المواقف الجديده تماما، فالعقل البشري هيكون افضل بكتير جدا. انا قصي شتاين، تابعني لو عايز تتعلم ازاي تكون اكفأ من الروبوت وازاي تتعلم من اخطائه.